السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخواني يا أخوات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله. تخيل أنك مو فقط من أحباب الله، لا، بل أحب الناس إلى الله. من هم هذولي؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. عمال النظافة هم من الناس، وللأسف ناس كثير يحتقرونهم. فأردنا اليوم بإذن الله عز وجل أن ندخل السرور على قلب هذا العامل الضعيف كإنسان مثلي مثله. ها يا شيخ، أنت كم شغل، كم دوام، الساعة كم للساعة كم؟ كم دوام كذا، كم شغل؟ الساعة 12. ما شاء الله كويس. يقدر يعلمني كم راتب ولا ما يقدر؟ كم ياخذ راتب أنت؟ 250 أو 850؟ لا 250 ريال. كل يوم ولا كل شهر؟ كل شهر ياخذ كل شهر 250. ها طيب شوف يا شيخ، هذا هدية 100 ريال. قررنا بعد ما حاولنا نعطي واحد 100 ريال ورفض، لأنه قال بتصير لي مشاكل وكذا، فقررنا نشتري أكل ونعطيهم إياه. طبعا أنت كم تتوقع يكلف الأكل هذا؟ 100 ريال مثل ما كنت أنا بعطيه؟ لا، 10 ريال، ربع حبة فيها رز ودجاج ولبن وموية. فخلينا نجرب. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ طيب كويس. هذا أخونا صغير يبغى ياخذ إيش تبغى؟ ربع دجاج، ربع حبة ولبن وموية. كم سعر؟ ربع حبة دجاج وموية ولبن. كم كذا؟ 10 ريال. أعطي 10. نعم يا أخوان ويا أخوات، كل اللي سويناه هذا ما يعتبر إلا يمكن 5% من الأشياء اللي تقدر تسويها للناس عموما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وركز في الكلام: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. ما تقدر تعطي كل الناس فلوس، ولكن يا رسول الله إيش أقدر أسوي؟ ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لما تشوف أي إنسان، عامل، دكتور، أي إنسان تشوفه، خل وجهك معه بشوش، خليك دائما ضحوك معاه، مبتسم. مو بس كذا، خلي أخلاقك معاه مثل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تعامل إنسان تخيل أنك أنت في موضع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بتتعامل معه؟ هل راح تسبه؟ هل راح تشتمه؟ أو أنك تساعده؟ يا أخي قدم لحياتك. قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ بجهنم. جت جهنم للكفار، وش يقولون؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر، يقول يا ليتني سويت. وش يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما قال في حياتي، هذه مو حياتنا. حياتنا يا جنة يا نار. فقدم لحياتك اللي هي الجنة بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد.